عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف بحضرتك يا حاج. أنا خدامك يا بنت. ربنا يديك الصحة يا رب، انت على راسي. انت من هنا من متنمة؟ إن شاء الله. ايه رأيك في الافطار الجماعي اللي عامله الحاج مجاهد نصر عضو مجلس الشعب؟ ربنا يزيده من نعيم الله هو واللي زيه. اللهم امين. اتبسط؟ أنا مبسوط ومبسوط بيكم اللي جيتوا نورتونا. ربنا يديك الصحة ويسترها معاكم دنيا وآخرة. طب ادعي له بقى دعوة حلوة كده للحاج. أنا بدعي له والله من غير من أي حاجة، ويخليه ويدي للخير كله ويسترها معاه دنيا وآخرة يا رب هو اللي زيه. اللهم امين. كل سنة وحضرتك طيب. ويدعي عليك بخير وعلى أمة الإسلام طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف بحضرتك. محمد مصطفى. استاذ مصطفى، حضرتك منين؟ مدينة الخنكة. تمام. جاي هنا شبرا عشان تحضر الافطار الاجماعي؟ جينا النهارده هنا عشان نحضر الافطار الجماعي، وكمان عشان ننظم الافطار الجميل ده النهارده ونطلعه بالصورة الجميلة اللي احنا شفناها النهارده دي. مؤسسة مجاهد والحاج مجاهد نصار طبعا في الأعمال الخيرية، واحنا كلنا بنتمنى ان احنا نشارك في الأعمال الخيرية الجميلة دي اللي بتبسط كل الناس وبتخلي كل الناس مبسوطة وسعيدة. حضرتك شفت المائدة كانت كبيرة ازاي؟ كانت كبيرة جدا الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نقدر ننظم المكان وخلينا الناس كلها تكون مبسوطة والناس كلها تكون كلت ويكون مكان مشرف طالع بصورة كويسة جدا تليق بأهالي المنطقة وبأهالي شبرا وبأهالي المكان كله. تحب تقول ايه للحاج مجاهد نصار عضو مجلس الشعب؟ احب اقول له ربنا يوفقه دايما ويوفقه دايما لفعل الخير ويخليه دايما لاهل بلده ودايما في تألق ونجاح كده دايما مستمر يا رب. شكرا لحضرتك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. اتشرف بحضرتك. مصطفى احمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. حضرتك من متنمة من هنا؟ انا ساكن هنا من 88 قدام الحاج مجاهد. والله شفت الافطار اللي الحاج مجاهد. اللهم صل على النبي، ربنا يزيده. راجل كويس وراجل بيحب اللمه وخيره على البلد كلها وراجل محترم وبيعمل اللي محتاج اي حاجه بيعملها له. ما شاء الله. انا انبسطت بصراحه لما شفت المائده كبيره قوي كده. اصل احنا هنا كلنا نعتبر بيت واحد. كلنا كده اسره واحده والحاج مجاهد ده الكبير بتاعنا. ما شاء الله، ربنا يحميه. تعيش يا فندم. تقول له ايه بقى؟ اقول له كل سنه وانت طيب يا سياده الوزير، وربنا يدومها عليك، وانت راجل محترم وكلنا بنحبك اهل متنمة ومنطي وموبايل، كل الناس بتحبك يا حاج مجاهد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. متشكرين جدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتشرف بحضرتك. معتز قناوي. حضرتك من متنمة هنا يا استاذ معتز؟ لا انا من القناطر. طب حضرتك جيت من القناطر عشان تشرفنا هنا في الافطار الاجماعي؟ عشان خاطر الحاج مجاهد كان عمل دعوه عندنا في الشركه، تمام، بالنسبه مثلا ان في افطار جماعي وكده، فجينا نشوف الاجواء ونشوف الدنيا هنا وكده. شفت المائده قد ايه طولها؟ هي بصراحه كبيره بس ما قدرتش احدد يعني المسافه وكده. هي تقريبا واخده مساحه البلد كلها، الشارع العمومي كله بالشوارع الجانبيه. بس بصراحه هي فكره كويسه جدا والناس كانت مبسوطين بموقف زي كده وباجواء زي كده، تمام، وهو موضوع كويس وفكره كويسه وحاجه كويسه يعني. وانت حسيت بايه لما شفت اللمه والروح الحلوه دي؟ والله بصراحه انا حسيت باجواء رمضان وحسيت بان في حاجه وفي فرحه لاهل المنطقه، تمام، والموضوع كان كويس بصراحه يعني. تحب تقول ايه النائب؟ والله انا بشكره وبنشكر المجموعه اللي معانا في قلب الشركه هناك، تمام، على الموضوع اللي هو تم لان الموضوع ده كويس جدا وحاجه فرحت الناس، وكفايه ان احنا بندخل فرحه لبيوت المصريين، تمام، ونقول له كل سنه وانت طيب، وحضرتك يعني ربنا يقدم كل خير حضرتك انت بتعمله مع الناس. كل سنه وحضرتك انت بالصحه والسلامه. ماشي. شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف بحضرتك. حسين مجدي. النهارده احنا في محافظه القليوبيه تحديدا في متنمة. انا شفت اكبر مائده افطار اجماعي في القليوبيه كلها. طولها بالظبط حوالي 800 متر. هي واخده الشارع العمومي كله بتاعنا. الشارع الرئيسي، شارع ناصر كله الرئيسي كله. الحاج مجاهد نصار عضو مجلس الشعب هو اللي قائم على الافطار الاجماعي، صح؟ بالظبط كده. تحب تقول له ايه؟ هو بجد هو الف شكر، هو جمع البلد كلها النهارده بما في ذلك المصانع. هو انا اصلا شغال في مصنع الكرتون تبع الحاج مجاهد. معظم الناس النهارده اللي جت اللي قامت بالدور ان هم تفرش الترابيزات وتجهز الاجواء دي كلها كانوا من مصنع الكرتون. دي جزئيه كانت حلوه قوي. كلنا فرشنا، كلنا تعاوننا مع بعض، كان الموضوع حلو جدا. بنعمل ده بروح، يعني احنا كنا حابين ان احنا نعمل كده لان في الاخر الصوره بالنسبه لنا كانت توتال حلوه، يعني الشكل الجماعي اللي احنا كنا عاملينه كان حلو. فبجد هو شكرا ليه لان هو برضو كان السبب في ان احنا نتجمع النهارده. شكرا ليك وشكرا لحضرتك وشكرا على القائمين على. ميرسي جدا. شكرا.